نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد. نحن الشباب شعارنا على الزمن. عاش الوطن عاش الوطن أعلانه يوم المحن أرواحنا بلا ثمن. يا وطني على جنب مثلك هيا عزما. يا وطني على جنب مثلك هيا عزما. علمتها كيف الشمم وكيف يصبر الألم. نحن الشباب نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد. نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد. ضحكة شمس نهارنا زرقت فوق ديارنا. ضحكة شمس نهارنا زرقت فوق ديارنا. إنما نحن كروح في بدن. نحن والحب صف يجمعنا. لغة دين دم عرق وطن. كيف نحيا في غنى عن بعضنا. مسرح نصف القمر هذا يقع في مدينة صبرات الأثرية، وهؤلاء الشباب جاءوا من كل أنحاء ليبيا للمشاركة في الملتقى الأول لشباب ليبيا. الكثير من هؤلاء الشباب يأتي هنا للمرة الأولى ليتعرف على جزء عزيز من الفسيفساء الليبية. لقد رأوا صور هذه المدينة في كتبهم المدرسية وقرأوا تاريخها في مناهجهم، ولكنهم يتلمسونها بأيديهم للمرة الأولى ويشاهدونها بعيون امتلأت فخرا بانتمائهم لهذا الوطن. شباب الملتقى تم جمعهم من كل أنحاء ليبيا ليقضوا برنامجا من 7 أيام يحوي الكثير من المناشط الثقافية والرياضية والاجتماعية. الهدف الأسمى هو الرقي بعقولهم وإذابة الحواجز بينهم، ليكون انتماؤهم وولاؤهم أولا وأخيرا للوطن، ونبذ وإزالة أي تحيز قبلي أو جهوي في نفوسهم. لا اللي وري في وجه هذا وصاحبي صبي. بدأ العمل في إعداد هذا المصيف، وتم بعون الله من أناس متخصصين في التربية واحتياجات الشباب. تم بعون الله وضع منهاج يتوافق ويتمشى مع متطلبات الشباب. رأت اللجنة أن لابد ننطلق إلى الواقع ونتأكد من الأماكن اللي هي ممكن يتم فيها تنفيذ المخيمات، فتم تشكيل مجموعة فرق انطلقت إلى كافة مناطق ليبيا. هذه الفرق قامت بزيارة الشرق والجنوب من غات إلى الكفرة إلى غدامس إلى جبل غربي إلى الساحل الشمالي بالكامل. استغرقت الزيارة قرابة 5 أيام حتى هي، وكانت زيارة موفقة جدا. خلصنا منها إلى نتائج مهمة جدا، أن نحن الأماكن اللي بيقام فيها المخيم لابد تكون أماكن جاهزة، المرافق متاعها تكون مناسبة ومريحة حتى نتأكد أن الشاب
العنصر الأول لنجاح أي نشاط وهو المكان. نتأكد أن المكان يكون مناسب في المرافق المناسبة اللي هي تضمن راحة الشباب. لنعود للبداية، هذا هو حفل الافتتاح. الإقامة ومعظم النشاطات ستكون بمركب دار التليل السياحي. كلمات الترحيب بهؤلاء الشباب كانت من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة وأيضا من المشرفين على هذا الملتقى، فما ينتظرهم هو أيام من البهجة والانطلاق والمرح يقضونها في ظل ليبيا الجديدة، ليبيا التي استعاد شبابها زمام المبادرة، ولم لا، وهم الذين كانت لهم المساهمة الأكبر في الثورة. وهذا الحفل لن يكتمل إلا بالسمر والطرب والفن ومشاركة شبابية في فقرات هذا الحفل. وبعون الله تعالى الوزارة سوف يكون لها الدور في دعم مثل هذه المناشط. اليوم ونحن في صبراتة، وإن شاء الله المرات القادمة حتكون في منطقة الجنوب، ثم في المنطقة الشرقية وأقصى الشرق، في منطقة جبل نفوسة، حتى نلم شبابنا للحمة، لأن شبابنا هو أملنا في رقي هذه البلاد. شكرا. بهذه المناسبة اسمحوا لي أن نقول لكم ولكل الليبيين: كفانا من سفك الدماء، كفانا من الدمار، كفانا من التفرقة، كفانا مزايدات على بعض، فكلنا ليبيون. فهيا يا شباب ليبيا نضع أيدينا في يد بعض إلى البناء، إلى العلا، من أجل غد مشرق لنا والأجيال القادمة. ولكم كل التوفيق في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحق الوفا يا ليبيا، وحق الوفا يا ما يوم نرضى ما يوم نرضى الهونا. وعندي غلط، عندي غلط، عندي غلط عالي كمان. حنيني وموالي هوت فرحة الاستقلال. المرح والفن ليس كل شيء في هذا الملتقى. الأساس هو التعامل مع عقول هؤلاء الشباب عبر مجموعة من المحاضرات التي تنير أفكارهم وتضعهم نحو طريق النجاح، محاضرات
عن النجاح وعن الشخصية الناجحة، ودائما كلمة النجاح تتردد، فالنجاح هو العنوان الذي يبحث عنه هؤلاء الشباب. يعطوه جائزة، لكن وهم طالعين يجروا بيطلعوا للجبل، الجبل اللي يطيح منه رشاد والحجر وتتراكم عليهم وتطيح منهم الأشياء، الناس اللي تشجع فيهم الناس، ارجع يا محمد، ارجع يا سليمان، ما هو تطيح عليه رجال. فرجعوا أربعة يسمع في كلام الناس، ارجع، في واحد وصل للقمة وفاز بالجائزة. علاش؟ ما يسمعش كلام الناس، ما يسمعش أصلا. هذه التظاهرة الرائعة التي تجمع شباب ليبيا من مختلف المناطق. رأيت شباب من الشرق والغرب والجنوب والشمال، ناس من طبرق، من المرج، من غريان، من طرابلس، مصرات، من جميع ربوع ليبيا يحضرون إلى هذا المصيف الشبابي كخطوة أولى من خطوات الانتقال النوعي في تغيير الثقافة الشبابية السائدة في المجتمع. الإنسان في عز العطاء، معناها شاب في عز عمره، مفروض هذا وين يخدم ويقرأ ويلعب ويمارس في الرياضة ويسافر ويجي يبقى في عز عمره. من سن 20 إلى 45 عز العمر. تلقاه من 20 سنة يقول والله تحس روحي تعبان، لا تتعب. لا والله ما عندي نية، ولا ما نقدر نمشي التمرين، ولا ما نقدر نمارس. طيب ما لا تبدأ في 70 كيف بيصير؟ سمع الله. الجانب الديني لن يغيب في هذه المحاضرات، وتقوية الواعظ الإسلامي في نفوس هؤلاء الشباب أمر لا بد منه، فذلك سيحميهم ويحصنهم من كل انحراف أخلاقي لا سمح الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المشتغلين بالإصلاح بين الناس يفوق أجرهم أجر نوافل العبادات مثل الصلاة والصدقة إذا خلصوا النية. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين. الإسلام له بعده العصري، فهو دين كل زمان وكل مكان، والمحاضرات الدينية ليست بالضرورة من رجال الدين فقط، بل أيضا من المؤسسات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني. ولكن هناك إصرار في عمق كل واحد فيهم أن احنا لازم نطلع بحل. هذا معنى التكاتف، مش مجرد حوار ممكن ما نتفقوش في الحوار، كل واحد يمشي في اتجاه، ولكن التكاتف شو معناها؟ معناها احنا عايشين في هذا البلد، راكبين هالسفينة ومختلفين على اسلوب القيادة، مختلفين على اسلوب الإدارة، مختلفين على كل شيء، ولكن شني؟ مصرين كنا ان السفينة لازم تمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث شن قال؟ إنما بعثت. رائع جدا. ليش؟ أنصف الأمم السابقة، لم يقصي كل شيء قبله، ما قالش هذه أخلاق فاسدة وهذه ثقافات فاسدة وأنا سأنسفها وأنا جئت بالأخلاق الصحيحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هو أنصف الأمم السابقة وقال بأن للأمم السابقة أخلاق رفيعة وعادات قيمة ومثل عليا. إنما جئت لأتمم تلك المكارم. ايش اليوم؟ نحن لنا كم يوم نجيبوكم في محاضرين، صح؟ نحن اللي لعبوا فيكم، صح؟ نحن اللي اليوم منكم انتم، اليوم اللعبة كلها عليكم انتم اليوم. الدرس منكم انتم. واضح مش واضح؟ الآن نبو رئيس الجلسة. في الواقع أن زمن الوصاية على الشباب قد ولى. أحد الأهداف هنا هو تحفيز الشباب على إخراج ما لديهم من أفكار وإشراكهم في نقاش وجدل مثمر حول كل القضايا التي تهمهم. التعامل في ليبيا الجديدة هو بقوة المنطق وليس بمنطق القوة، وهذه الحوارات ستكسر قيود الخوف والتردد والشك في نفوس جيل المستقبل. اللي يقرأ سنقول عندكم هون في بداية عند قصيدة منزلتي مي سلام عليكما. كيف قريتها؟ مي شو طلعتها ايش بحرف جر؟ قلت لها مي. قلت لها يبدا مي. قلت لي مي، قلت ليش تطلع حرف جر وشني مي يلا. قلت لها هي امرأة، هي محبوبة بتكلم منها تقول لها مي. قلت لي تو نفكر فيها ونشوفها. كنا ببرنامج نحن شباب، قمنا بندوة كانت بناتنا نحن شباب فقط
كان ممكن رئاسة الندوة كانت من الشباب، كنا منا في بعضنا، فقمنا بندوة رائعة وأخرجنا منها الكثير من الأسئلة التي يحتاجها الشباب. وكان من هذه الأسئلة ما الواجب الوطن، ما واجب الشباب نحو وطنهم، وما مطلب الشباب نحو الحكومة. بالعودة إلى آثار صبراتة سنجد أنها مدينة كاملة وليست مجرد مسرح على شكل نصف قمر. هذه المدينة كانت يوما ما أحد حواضر البحر المتوسط التي أنشأها الرومان على الساحل الليبي رفقة شقيقتيها أويا ولبدة. كانت حضارة بحرية عظيمة، وهذه المدن الأثرية لم تأخذ حقها في الإعلام، وآن الأوان لكي يتعرف عليها أبناء الوطن كما يجب بطريقة مباشرة يستنشقون من خلالها عبق التاريخ المتنوع والثري الذي مر على هذه البلاد. صبراتة ليست مدينة أثرية فحسب، إنها مدينة سكنية حديثة بها مرافق متكاملة، وما نراه هو استعداد ضيوف صبراتة لزيارة مركز علاج الأورام بصبراتة. أحد الأمور الأساسية هو تعويدهم على النظام والانضباط والابتعاد عن الفوضى والغوغائية. مركز علاج الأورام بصبراتة يقدم خدماته لكل سكان المنطقة الغربية من ليبيا، ويوفر العلاج الجراحي والكيميائي لمن ابتلاهم الله بهذا المرض. الشباب زاروا المركز، تأثروا بما رأوه، وعرفوا أن الوطن يحتاج منهم لكل جهد وتفوق ليكونوا أطباء المستقبل، رجالا وأبطال المستقبل، عسى أن يخففوا بعضا من الألام لإخوانهم. فيما يخص طبعا مشاركة الشباب أن هم جزء من هذا المجتمع، يجب عليهم الاطلاع بدورهم. كانت لنا المشاركة كثيرة وحقيقية يعني في المدن اللي احنا زرناها. في صبراتة شارك الشباب في حملة توعية، شارك الشباب في حملة زرع الورود بحديقة صبراتة اللي هي في مركز المدينة. أيضا شارك الشباب في زيارة لمعهد الأورام في صبراتة وتقديم الورود للنزلاء والاطمئنان على صحتهم. كل يوم من أيام الملتقى يبدأ بتحية علم الاستقلال، وكل مجموعة لها قائد خاص بها ولها قميص ذو لون معين. هذه المخيمات ستستمر طوال شهور الصيف، والأيام التي يقضونها هنا هي تجربة ومغامرة شيقة فيها من الإثارة والانطلاق الشيء الكثير. تجربة ستظل منقوشة في ذاكرة الشباب وتؤكد لهم أن ليبيا وطن جدير بالحب وجدير بالانتماء. إسلامي طول المدى، إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميرة الشدود. رواد الملتقى كان لهم موعد في الزاوية، وهي المدينة الأقرب إلى صبراتة، الزاوية العنقاء، والتي كانت من أوائل المدن التي انتفضت في الغرب الليبي. مدينة دفعت ثمنا من أرواح أبنائها ومن الدمار الذي حل بها. كل ذلك انتهى وصار جزءا من الماضي، والزاوية استعادت عافيتها، وهذه الساحة التي كانت مركزا للتظاهر والهتاف ضد الطاغية صارت حديقة مخضرة، وزوار الزاوية الشباب تركوا ذكرى ستنمو وتكبر مع الأيام لتصير أشجارا للحرية والكرامة والنماء. وجود الشباب في الزاوية كان مناسبة ليشاركوا في سباق اختراق الضاحية، والمفاجأة أن الترتيب الأول كان من نصيب أحد شباب الملتقى.
تظل الرياضة هي الجسر الأول للتواصل بين الشباب وإخراج ما لديهم من حماس وطاقة دفينة. وبرنامج الملتقى تضمن العديد من الأنشطة الرياضية والألعاب الشاطئية تزامناً مع فصل الصيف. والسباحة هي رياضة وتسلية في آن واحد. اضطراب البحر لم يمنعهم من الدخول، فبعضهم أتى من مناطقهم في العمق الليبي وليست على الساحل، وهذه الفرصة قد لا تسنح لهم كثيرا. لن يكتمل الملتقى إلا بزيارة العاصمة، ولقد توقفوا عند هذا المعرض للرسم الجداري في طريق الشط. تفرجوا على إبداعات الشباب مثلهم، شباب يثبتون كل يوم أن الليبي إذا توفرت له الحرية والإمكانيات فإنه قادر على الإبداع والتألق. ارفع راسك فوق انت عربي مبدع. يقترب موعد الختام، الأيام تمر كأنها دقائق في حياتهم، والبرنامج متكامل ليس به فراغات. حتى المسابقات العلمية والثقافية والمعلومات العامة لها وقتها، والتنافس من خلالها لا ينتهي. فهؤلاء الشباب تم اختيارهم بناء على تميزهم في دراستهم. حتى وقت الطعام هو مناسبة لتعليمهم بعض السلوكيات الحضارية والتعامل الراقي فيما بينهم. هذا المصيف كان فيه العديد من البرامج والأنشطة الرائعة حقيقة، وكان في يعني زي ما قال أخوي أيمن أن في عديد من البرامج والأنشطة، أن كان في مسابقات ثقافية، كان في أنشطة رياضية. وبالنسبة للمسابقات الثقافية يعني تمثلت في يعني مسابقة على مستوى الفرق، وفي محاضرات تنمية بشرية يعني مستوى عالي جدا، وأنشطة رياضية، السباحة، كرة الطائرة، التنس. حفل الختام جاء سريعا، وبقدر ما مرت أيام الملتقى سريعا بقدر ما شعر الشباب أنهم يعرفون بعضهم منذ سنوات طويلة، وليس فقط منذ بضعة أيام. هل حقق هذا الملتقى أهدافه؟ ذلك هو الأمل، والإجابة سيترجمها أبناء هذا الوطن عملا وكفاحا واجتهادا وصولا لأعلى المراتب. عاشت ليبيا بكل شبابها، والرقي لن يصنعه إلا هؤلاء. في عيوننا الدين في قلوبنا، والنور في عيوننا، والحق في يميننا، والغار في جبيننا. نحن الشباب، نحن الشباب نلغد، ومجده المخلد. نحن الشباب نلغد، ومجده المخلد. نحن الشباب. لنا العراق والشام ومصر والبيت الحرام، نمشي إلى الموت سرعا إلى الأمام.